حالة حزن ووجع قلب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار قصة وفاة شاب أثناء عودته من الغربة. بعد سنة ونص متغرب عشان خاطر عياله ومراته، قرر إنه يرجع وياخد بناته الاتنين في حضنه. كان جاي وجايب معاه أحلامهم البسيطة، هدوم ولعب أطفال عشان يفرحهم بيها. لكن يشاء القدر إنه يموت في حادث مروع على طريق المنيا الصحراوي. عوض أحمد فرحات ابن 30 سنة وابن عرب مطير في أسيوط. بناته كانوا مستنيينه على الباب. شاب جميل راجع من الغربة فرحان وملهوف على لقاء زوجته وأبنائه وأهله وأصدقائه، لكن القدر كان أسرع منه. توفى وهو في طريقه إلى أسيوط في حادث أليم أثناء عودته على طريق المنيا. عوض لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ما ردت الشهادتين، ورفع إصبع السبابة وبجواره ألعاب اشتراها لبناته الاتنين مرمية في التراب جنبه. عوض فرحات سافر واتغرب وشقي عشان يحسن دخله ويأمن حياة بناته الصغيرين. عوض كان راجع والفرحة مش سايعاه، بيعد الدقايق والساعات نفسه يشوف بناته وأهله وياخدهم في حضنه وهو في الميكروباص من المطار للبيت. كان بيتصل بالبيت وبناته قالوا له إحنا مستنيينك على الباب. كانت الهدايا اللي اشتراها لبناته جنبه على الكرسي. رجع بعد سنة ونص من الغربة وكان نفسه الطريق ينتهي بسرعة عشان ياخد أهله في حضنه، بس الميكروباص اتقلب وراحت معاه الفرحة ومات وهو رافع ايده للي خلقه. ربنا يرحمه ويصبر أهله اللي كانوا مستنيينه بالزغاريط واستقبلوه بالدموع، وبدل ما يحضنوه وتنزل دموع الفرحة جالهم ملفوف في كفنه واستقبلوه بدموع الحزن والحرقة، وهم مش مصدقين إن عوض اللي كان شقيان طول حياته خلاص راح. ادعوا له بالرحمة والأهله بالصبر.